اكتر سؤال بيجيلي هو انا لو عملت مشروع صغير في البيت وجبت 100 فرخة بياض وربيتهم، هكسب كام في الشهر؟ والفراخ دي هتصرف عليا قد ايه من وقت ما اجيبها لحد ما يبدأوا يبيضوا؟ وكمان هيحتاجوا مساحة قد ايه؟ وهيحتاجوا كام سقاية وكام علافة؟ في فيديو النهاردة هنعمل دراسة جدوى لمشروع صغير في البيت لتربية الفراخ البياض، عدد 100 فرخة. دراسة الجدوى هتبقى للفراخ عمر 100 يوم، يعني احنا هنشتري الفراخ عمر 100 يوم وهتفضل عندنا لحد ما تبدأ تشتغل وتنتج معانا بالبيض. اول حاجة لازم تبقى عارفها ان المتر المربع بيشيل 7 او 8 فرخات بياض في مرحلة الانتاج. يعني انت عشان تربي 100 فرخة هتحتاج ما يقرب من 15 متر مربع عشان تحط فيهم ال100 فرخة. ال15 متر مربع دول هيبقوا صافيين لتربية ال100 فرخة فقط، ملهمش علاقة بالاماكن اللي هتخزن فيها العلف والاماكن اللي هتخزن فيها البيض. يبقى ال15 متر دول لتربية العدد 100 فرخة فقط تقريبا كده. عشان اسهلها على الناس برضو، اوضة 4 في 4 هتبقى عاملة 16 متر، ودي هتبقى مناسبة جدا للفراخ. بالنسبة للسقايات فالافضل انك تعمل خط نبل يكون في الأوضة، تعمله نظام خطين كده في الأوضة الفراخ تشرب منه، ده هيريحك وهيخلي الفراخ تشرب مية نظيفة دايما بدل السقايات العادية اللي هتعمل لك مشاكل. بالنسبة للعلافات، اعمل حسابك كل 20 فرخة بيحتاجوا علافة من الكبيرة. يعني انت لو جبت 5 علافات كبار هيكفوا الفراخ عندك. بالنسبة للبيضات اللي هتحطها في مرحلة الإنتاج، اعمل حساب كل 5 فرخات في بياضة. الأفضل وانت بتجهز الأوضة يبقى فيها شفاط ومظبوط على تايمر عشان تتحكم في وقت التشغيل ووقت الفصل. وفي فصل الصيف تركب خلية تبريد صغيرة عشان برضو تتحكم في درجة الحرارة وما تسيبش الفراخ لارتفاع درجة الحرارة عشان الإنتاج ما ينزلش ويحصل مشاكل. معلش لو طولت عليكم شوية، بس كنت بحاول أرد على الأسئلة اللي بتجيلي بحيث إن أنا ملاقيش ناس كتير بتسأل في الكومنتات، وبرضو اوفر على الناس الاسئلة اللي عايزة تعرف ايه الاجابة. قبل ما ندخل في دراسة الجدوى ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك ويستفيد، وتنزل تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات. كمان حابب اعرفك انك لو محتاج تحجز فراخ بياض فاحنا عندنا فراخ بياض اعمار كويسة وفراخ واخدة جميع التحصينات، تقدر تتواصل معانا على الواتس وتحجز مننا فراخ بياض. كمان لو عايز تعمل متابعة او تتعلم تربية الفراخ البياض او الفراخ التسمين فمتاح معانا متابعة شهريا. تقدر تعمل متابعة باشتراك شهري بسيط وتتابع معانا الدورة بتاعتك وتتعلم من البداية لحد ما تتمكن. يلا بينا نبدأ في دراسة الجدوى. ودي أول حاجة هتحتاجها بالنسبة كتكلفة لبداية المشروع: شوال نشارة عشان تفرشه في أرضية المكان. شوال النشارة ده هيعمل متوسط 100 جنيه. بعد ما هتفرش الأوضة بشوال النشارة هتحتاج إنك تجيب الفراخ. سعر الفراخ البياض النهاردة بيتراوح من 270 ل280 جنيه. واهم حاجة وانت بتجيب الفراخ تجيب فراخ من مكان كويس وتشتري فراخ مناسبة للعمر. يعني الفراخ عمر 100 يوم لازم تكون معدية الكيلو و100 جرام. طيب ال100 فرخة عمر 100 يوم في 280 هيعملوا 28 ألف جنيه. بعد ما جبنا الفراخ عايزين نعرف الفراخ دي هتستهلك علف قد ايه لحد ما تنتج معانا بيض بشكل طبيعي. الفرخ الواحد هيستهلك 4 كيلو ونص علف لحد ما يبدأ يستقر في نسبة الإنتاج من عمر 100 يوم لحد مثلا عمر 145 أو 150 يوم. متوسط سعر كيلو العلف 18 جنيه. يبقى الفرخة هتصرف علينا حوالي 81 جنيه لحد ما تدخل في الإنتاج. يبقى ال100 فرخة هيصرفوا حوالي 8100 جنيه. الفرخة الواحدة هتستهلك معانا أدوية وفيتامينات لحد ما تدخل معانا في فترة الإنتاج 3 جنيه. يعني ال100 فرخة هيستهلكوا أدوية حوالي 300 جنيه. بالنسبة لاستهلاك المية والكهرباء فهيبقى متوسط 150 جنيه في الشهر، لأن ده مكان صغير ومش هيحتاج كهرباء كتير، وكمان نسبة استهلاك المية مش هتبقى عالية. وكده يبقى خلاص الفراخ جاهزة عندنا إنها تبدأ تنتج، ونشوف الربح ما بعد الإنتاج. خليك فاكر بقى إن تكلفة الفراخ وشوال النشارة والعلف اللي الفراخ كلته والكهرباء والمية والأدوية وصلت معانا ل36 ألف جنيه لحد الفراخ ما بدأت تبيض. عايزين برضو نعمل حساب النافق، ممكن يكون راح مننا فرخة أو 2 أو 3 بالكتير.
هنبقى نعمل حسابهم وننقصهم من تمن التكلفة. الحاجة التانية اللي عايزك تبقى عارفها ان الفرخ لما بدأ ينتج معانا كان واقف ومكلف علينا حوالي 370 جنيه. حتى لو حصلناه كمان تحصين ميت عندنا قبل الانتاج، هيبقى كده الفرخ واقف علينا ب370 جنيه. فانت لما تيجي تعمل بقى مشروعك تبقى انت عارف ان الفرخ هيكلفك متوسط 370 جنيه لحد ما يبدأ يدخل في فترة الإنتاج. معدل استهلاك الفرخ عندنا يوميا 110 جرام، يعني الفراخ هتستهلك 11 كيلو علف يوميا. سعر الكيلو عامل 17 جنيه، بس احنا هنقول 19 جنيه عشان بنحط أدوية وفيتامينات، يبقى هيستهلكوا يوميا علف ب210 جنيه، وهيدونا نسبة إنتاج فوق 90%. إن شاء الله احنا هنقول 90%، يعني 90 بيضة 3 طباق. سعر طبق البيض النهاردة بيتراوح من 130 ل150 جنيه، فاحنا هنحسب على سعر الطبق 135 جنيه، يعني ال3 طباق هيعملوا في اليوم حوالي 405 جنيه. لو جينا نحسب بقى 210 علف وهنخصمهم من 405 اللي هو سعر البيض، هتلاقي متوسط الربح اليومي 200 جنيه. ال200 جنيه دول بقى لو جيت ضربتهم في عدد 30 يوم، يعني هيطلع لك حوالي 6000 جنيه شهريا من 100 فرخة. هتخصم منهم 150 جنيه المية والكهرباء، هتلاقي صافي الربح حوالي 5800 جنيه شهريا. بس انت طبعا صرفت على المشروع بتاعك في الأول 36 ألف جنيه. فاحنا عايزين نشوف بقى ال5800 في 16 شهر اللي هي دورة إنتاج البيض للفراخ البياض هيطلعونا قد ايه خلال الدورة بتاعتنا. هنفترض إن الفراخ اللي عندنا هتدي إنتاج في العالي لمدة 16 شهر، يعني هناخد كل شهر ان شاء الله 5800 جنيه. في 16 شهر هيطلع لنا 92800 جنيه. ده الربح خلال الدورة. تعال بقى نخصم منهم ال36 ألف اللي احنا صرفناهم في الأول على الفراخ، هيطلع الربح الصافي في الدورة بتاعتك اللي هي سنة ونص ما يقرب من 56 ألف جنيه. لسه فاضل عندك الفراخ متوسط 90 فرخة، هتبيعهم. سعر الفرخة الكيلو منها بيبقى عامل متوسط 40 أو 50 جنيه، والفرخة بتبقى كيلو ونص. هتبيع الفراخ وتزود التكلفة. وكده وصلنا لنهاية الفيديو.